السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجال تالتة ثانوي، اخباركم ايه؟ ان شاء الله زي ما عملنا الفصل الثالث في اقل من نص ساعة، الفصل الرابع ان شاء الله هيبقى في نص ساعة. عشان كده في حتة كده في دايرة الرنين شوية كيرفات عاوزين نتكلم عليهم يا مستر، بالرغم ان احنا قلنا ان احنا هنقول في كل فيديو عن قوانيننا بس انا محتاج اقول لك كام كيرف ان شاء الله يقدروا ان شاء الله يفيدوك وتبقى مطمن وانت داخل في الفصل الرابع عادي جدا. ركز معايا. بس قبل ما ابدا الفيديو ده عاوزك تشير الفيديو ده لكل زمايلك وسبسكرايب للقناه ولايك على الفيديو ده، ويلا نبدا الفيديو بتاعنا. واي حد عاوز ورق القوانين يبعت لي على الواتساب، هحط لك رقمي تحت، ابعت لي وهبعته لك ان شاء الله ملف PDF. بص يا سيدي، مبدئيا اول ما جينا بدانا الفصل الرابع والراجل كان بيتكلم عن التيار المتردد والاميتر الحراري، وان جهاز الاميتر الحراري ده هو اللي انا بستخدمه لقياس التيار الكهرباء المتردد والمستمر، لان الاثنين لهم تاثير حراري عادي جدا. لكن التيار الكهربائي، لكن الاميتر اللي هو بيقيس التيار الكهربائي المستمر ما يقدرش ان هو يقيس التيار الكهربائي المتردد. امين. ده لما جينا بدانا واتكلمنا عن الاميتر الحراري وتركيب الاميتر الحراري. انا برجع لك الفصل الرابع كان بيقول ايه، وان الاميتر الحراري ايه مميزاته وايه عيوبه، وان انا بحط فيه ايه عشان اقلل نسبه الخطا الصفري وهكذا. وبدانا نتكلم يا مستر عن ان الثيتا تتناسب تناسبا طرديا مع مربع التيار وليس التيار، وبالتالي فان تدريج الاميتر غير منتظم. واسمع كده الحته دي، يقترب في الحته الاولانيه، او نقولها كده يبتعد كلما ابتعدنا عن الصفر. يعني الصفر بتاعي هنا ما بين الصفر والواحد حته صغيره، بعد كده من الواحد والاثنين حته اكبر، بعد كده من الاثنين والثلاثه حته اكبر خالص. تسالني ليه انت بتقول الحته دي؟ لان دي جابها في السنه اللي فاتت، فانا حبيت اوضحها لك. تمام يا مستر. بعد ما خلصنا الاميتر الحراري، الراجل اتكلم عن ان انا عندي دايره كهربيه فيها مقاومه ومصدر تيار كهربي متردد، والاثنين متفقين عادي جدا في التيار والفولت. بعد كده دخل في حاجه اسمها ان انا يبقى عندي ملف حث موجود في دايره كهربيه بها مصدر تيار كهربي متردد. فانا اجي اسالك سؤال يا مستر، طب لو انا حطيت مصدر تيار كهربي مستمر، بعد شويه اتكلم ان انا عندي مكثف، والمكثف ده هحطه مع مصدر تيار كهربي متردد. فواحد يسالني تاني، طب لو انا حطيت مصدر تيار كهربي مستمر، شوف انا لحد دلوقتي ما بداتش الحلقه بتاعتنا، بس دول بيجوا في الامتحان. فلما اجي انا اقول معايا ملف زي كده وهحط معاه مصدر تيار كهربي مستمر ويحط لي لمضه ويسالني اللمضه دي هتنور ولا لا، فساعتها هروح ارسمها لك انا واقول لك بص كده، ادي يا سيدي عندي لمضه وعندي هنا بطاريه. ايه اللي بيحصل حضرتك ان التيار اول ما يطلع من هنا، الملف ده بالبلدي هشرحها لك كأن بيحاول يعوق نمو التيار فجأة. يعني انا لو عندي هيطلع من البطاريه ده 3 امبير، ال3 امبير مش هيوصلوا للمصباح على طول. اما ليه يا مستر؟ هيبدا الملف يتولد EMF مستحثه وتيار كهربي مستحث عكسي، يحاول يقلل من نمو التيار فجأة ده. بعد شويه يوصل ال3 امبير كلهم لحد المصباح. فالمصباح هنا هيحصل ايه؟ في الاول مش هينور الاضاءه بتاعته كلها، هيبدا اضاءته تزيد حبه في حبه. ليه؟ لان بعد شويه السلك ده هيتحول لايه؟ لسلك فاضي. الله ينور عليك يا مستر. تمام. طب يا مستر المكثف، بص كده، لو انا حطيت مكثف ووراه لمضه وحطيت هنا يا باشا بطاريه، ايه اللي هيحصل؟ ده مش هيعقل ولا حاجه، ده هيتشحن. هياخد ايه؟ هياخد الشحن بتاع البطاريه كلها. يعني من الاخر هو هيشحن وخلاص الدايره بتاعتي هتتفتح، فاللمبه بتاعتي مش هتنور. طب انا ممكن يضحك عليا مثلا ويحط لي اللمبه جنب البطاريه قبل المكثف، فساعتها بيني وبينك ساعتها تقول له والله هو اللمبه هتنور لحظيا، بعد كده هتقفل. ليه؟ لان التيار وهو ماشي عدى على اللمبه اول حاجه فنورها، بعد شويه مين اللي اتشحن؟ المكثف، فالدايره اتفتحت. فلو حط اللمبه بعد المكثف، لا والله اللمبه مش هتنور. حطها قبل المكثف فهتضيء اضاءه لحظيه، وبعد كده يقول لك سلام عليكم انا فتحت الدايره. طيب نبدا حصتنا بقى اللي ملهاش اي علاقه بشرح ولا اي حاجه. انا لو عندي وقت ان شاء الله هجيب لك اهم الاسئله اللي موجوده في الامتحانات بتاعتك. نبدا حصتنا. اول ما دخلت في حاجه اسمها المفاعله السعويه والمفاعله الحسيه. XL هي عباره عن ايه؟ عباره عن المعوقه اللي بتعوق التيار الكهربي اثناء مروره في ملف. زي ما انا عندي المقاومه الأومية اللي هي بتعوق التيار الكهربي وهي ماشيه في المقاومه العاديه. ففي حاجه عندي اسمها XL وقانونها عباره عن 2/FL، حيث ان ال دي مين يا باشا؟ ده المعامل الحث الذاتي اللي كان عنده قانون خبيث قوي
بيقول الميو في ان تربيع في ايه على ال طول الملف. طيب يبقى اكس ال عباره عن 2 باي اف ال، يعني اقدر اقول لك هنا ان في علاقه طرديه ما بين التردد ومين والاكس ال. طيب واحد شاطر قوي بيقول لي لو جيت رسمت علاقه بين الار والاف، فهقول لك لا ثابته ما توقفش عليها اصلا. واحد يقول لي انت مالك بالكيرفات دلوقتي؟ عشان الحته دي اصلا هيبقى فيها جزء كده كيرفات حلو لما نيجي نتكلم عن الدايره المهتزه او دايره الرنين. طيب الاكس ال بتساوي 2 باي اف ال. شكرا يا مستر. ايه ده بقى يا مستر؟ لو انا عندي كذا ملف متوصلين توالي، طبعا هحط هنا مصدر لتيار كهربي متردد ماشي التيار كده اللي هو الافكتيف، الله ينور عليك. فالتيار اللي ماشي هنا هو اللي ماشي هنا هو اللي ماشي هنا، ده ليه جهد وده ليه جهد وده ليه جهد، يعني اقدر اقول له دي 1 2 3 في ال 3 في ال 2 في ال 1. طيب يبقى اقدر اقول لو انا عاوز الاكس ال توتال هتقول لي عادي زي المقاومه اكس ال 1 زائد اكس ال 2 زائد اكس ال 3. طب يا مستر لو عاوز الفي توتال في اللي هنا عباره عن ايه؟ في ال 1 زائد في ال 2 زائد في ال 3. طب يا مستر التيار، لا التيار اللي ماشي في الثلاثه كلهم متساويين. شكرا. طب يا مستر لو انا عاوز هنا الاي توتال اللي هي الافكتيف عباره عن في ال توتال على اكس ال توتال، وهنا ما فيهاش اي حاجه خبيثه، انا شغال عادي زي المقاومه. طب هنا في التوازي نفس الكلام يا مستر، ده كلام عيال صغيره، اي 1 اي 2 اي 3 وهنا اكس ال 3 اكس ال 2 اكس ال 1. يعني انا مستر هنا لو عاوز اكس ال توتال فحضرتك بتقول اكس ال. تمام يا مستر تمام يا مستر. طيب انا عاوز بقى الفي هكذا بقى خلاص الموضوع، الفي اللي هنا قد الفي اللي هنا قد الفي اللي هنا، الفي ثابت عشان ده توصيل على التوازي. طب انا عاوز يا مستر الاي توتال عباره عن اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3، وكل ده كاتبه لك مفيش اي مشكله يا بطل. تمام تمام. بس اهم حته انا قلتها دلوقتي في الفيديو، لو انا عندي يا مستر ملف كده وعندي هنا مصدر لتيار كهربي مستمر وعندي هنا مستر لمبه، اللمبه دي هتنور ولا لا؟ اسمع كده تخيل معايا التيار اللي طالع هنا وليكن نص امبير مش هيوصل نص على طول للمصباح. ليه؟ لان هنا اتولد اي ام اف وتيار كهربي عكسي بيحاول يعوق او نمو التيار الكهربي، فبيبدا يزق ويبطئه شويه، فالمصباح ده يبدا لسه ايه اضاءته ما تنورش مره واحده، لحد ما نصبر شويه الملف ده هيتحول لسلك مستقيم سلك فاضي والمصباح ينور الله ينور عليه. تمام تمام. طيب يا مستر نخش على سعه المكثف وايه يا مستر والمفاعله السعويه. انا عندي سعه المكثف عباره عن ايه؟ عباره عن كيو على الفي. عباره عن ايه؟ كيو على الفي. طب يا مستر مبدئيا كده هل سعه المكثف تتوقف على الكيو؟ لا. هل سعه المكثف تتوقف على الفي؟ الاجابه لا. تمام تمام. طيب انا عندي هنا سي 1 سي 2 سي 3، ركز بقى عشان هنا في حته خبيثه. تمام. وعندي اكس ال 1 اكس سي 1 واكس سي 2 واكس سي 3. ايه ده يا مستر؟ ده سعه المكثف، كل مكثف ليه سعه. اما الايد يا مستر دي المفاعله السعويه زي المفاعله الحسيه. المفاعله السعويه ده برضه دي معوقه بتعوق ايه؟ حركه التيار الكهربي في المكثف. طيب لو يا مستر في المكثف حاطط لي اكس سي فانا مطمن باشا، كل القوانين اللي قلتها في المقاومه هي اللي قلتها في المفاعله الحسيه هي اللي هقولها في المفاعله السعويه. فساعتها هقول اكس سي توتال بتساوي اكس سي 1 زائد اكس سي 2 زائد اكس سي 3. نفس الكلام هنا اكس سي 1 اكس سي 2 اكس سي 3. عادي يا مستر وانا بجيب المفاعله السعويه الكليه هي ما فيهاش اي مشكله ولا خاف. طيب ضحك عليا في الامتحان وده اللي بيجيبها، بيجيب لي السعه لكل مكثف. فساعتها اقول لك لو انت مش فايق حول السهات لاكس سي. ازاي؟ عن طريق القانون ده، اكس سي بتساوي 1 على 2 باي اف سي. معنى كده ان انا عندي الاكس سي والتردد عكس مع بعض. ماشي تمام. يبقى لو هو في الامتحان جايب لك السهات دي انا اعرف ان الموضوع هشقلبه. انت فاهم انا بقول ايه؟ طيب عشان اطمن نفسي حول السهات لاكس سي واشتغل اكس سي عادي عشان تبقى مطمن. طيب انا فايق خلاص يا سيدي، فايق يبقى التوالي يبقى توازي والتوازي توالي. بس انا بصراحه وانا في اخر السنه في ثانويه عامه حولت الاكس سي، كنت خايف
يا اما كنت اشتغلت سيهات وبعد كده وانا معايا وقت فاضي عملت عمليه تاكيد. طيب انت راجل فايق خلاص يا عم، التوازي ده قانونه يبقى التوالي ده يبقى توازي اكس سي توتال بتساوي اكس سي 1 اسف سي توتال بتساوي سي 1 زائد 1 على سي 2 زائد 1 على سي 3 وهكذا. وبعد ما تجيب السي توتال طبعا تشقلبها هتروح حضرتك يطلب منك المفاعله السعويه الكليه، فتقول سهله جبت السي اشتغل بالقانون ده اكس سي توتال بتساوي 1 على 2 باي اف سي توتال. وانا بقول اللي فايق الله ينور عليه. طيب تعال نروح للتوازي. التوازي ايه يا مستر؟ عادي جدا لو جيب لي سي 1 سي 2 سي 3 والله ده كله بالنسبه لي توالي. شكرا. تمام. بعد ما اجيب السي توتال عاوز الاكس سي توتال يا مستر عناية لي 1 على 2 باي اف سي توتال. صعبه؟ تمام. اوقات بيضحك عليا في الامتحان يجيب لي 2 مكثف كده فانت بقى تلخبط بقى يجي لك الهيبره. الاثنين دول بالنسبه لي لو ده سي 1 وده سي 2 هجمعهم، فبالنسبه لك دول بقى حاجه واحده، فالاثنين دول اوعى تجمعهم. الاثنين دول بالنسبه لي ايه؟ الاثنين دول بالنسبه لي توازي، فساعتها اللي طلع من دول هيبقى توازي مع سي 3. امين؟ في اي مشكله لحد هنا؟ لا يا عم الدنيا تمام. طيب لحد هنا يا مستر الحمد لله وكده يا باشا انت كل قوانينك اللي احنا عملناهم في اول صفحتين تمام. طيب تعال نخش على دايره الرنين او الدايره اللي فيها ار، واحنا عاوزين بقى نمشي واحده واحده بقى يا مستر. الدايره اللي فيها ار والدايره اللي فيها الار والمكثف والدايره اللي فيها الار والملف الحسن. نمشي واحده واحده واحنا مش مستعجلين على اي حاجه. كده كده يا مستر الباب الرابع ده مش كبير. طيب بص يا سيدي، لو انا عندي دايره فيها ملف حس ومقاومه ومصدر لتيار كهربي متردد، ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه بالنسبه لي المقاومه الكليه هنا عباره عن ايه؟ اسمها زد، وهي عباره عن الجذر التربيعي دي ار ودي اكس ال، ار تربيع زائد اكس ال تربيع. مش محتاج ان انا اثبت لك حاجه. تمام؟ طيب عندي الفي دي الفي توتال، فبالنسبه لي ده واخد شويه وده واخد شويه، صح؟ الكلام ده غلط. لو الاثنين شبه بعض مكثف ومكثف، ركز كده بقى اهو، دي مسائل بتيجي في الامتحان. فساعتها لو دي مثلا ب 100 فولت، لو ده 50 ده ياخد 50. لو الاثنين ملفات، لو ده 50 مثلا، لو ده 70 يبقى ده ياخد 30. زي باب اول عادي زي ما كنت بعمل في المقاومه، يعني لو دي مقاومه ودي مقاومه فاللي ده ياخد شويه ده ياخد زي، المهم الاثنين شبه بعض. طب الاثنين مش شبه بعض، الاثنين مش شبه بعض، بستخدم قانون ايه؟ في توتال بتساوي في ار تربيع زائد في ال تربيع. امين؟ امين. طب زاويه الطور لما كان عندي المقاومه بس كنا برسم الفي ار هنا والاي هنا، صح؟ طب ما الاي اللي هنا هي اللي هنا، تمام؟ حلو قوي. دلوقتي انا عندي مقاومه وملف. طيب الملف مين يسبق مين؟ الجهد هو اللي بيسبق. ادي الجهد بيسبق مين؟ التيار بزاويه قدرها كام؟ 90 درجه في اتجاه عكس عقارب الساعه، يبقى ادي الفي دي الرسمه بتاعتي. امين؟ طب زاويه الطور بتاعتي هي عباره عن ايه؟ ركز، عباره عن اكس ال على الار. طب لو فيهات عباره عن في ال على الفي ار. صعبه؟ لا، الله ينور عليك. طيب نكمل. دي اول دايره عندي. طيب لو انا عندي دايره فيها مكثف ومقاومه، تعال نشوف. الله عليك يا مستر بتفكرني بحاجه. وخلي بالك انا الحاجات اللي بقولها لك هنا، يعني انا لو بشرح لك اكيد طبعا مش هقول لك الحاجات دي كده بالسرعه، لا في حاجات فيها شرح تفصيلي، ولكن انا بقول لك على الحاجات اللي انا شفتها في الامتحانات. فلو انا عندي هنا مكثف والمكثف هنا فيه مقاومه، ادي اهو مصدر لتيار كهربي متردد مش مستمر. لو مستمر ده يتشحن ورب الكعبه مفيش حاجه تمشي هنا. تمام؟ فساعتها اقول له ايه؟ ساعتها يا مستر عاوز الزد نفس الكلام، ار تربيع زائد اكس سي تربيع. طب عاوز الفي يبقى مستر في ار تربيع زائد في سي تربيع. طيب عاوز زاويه الطور اجيبها ازاي؟ بص يا مستر،
لما كان في مقاومه بس في ار معاها الاي، صح؟ الاثنين نفس الاي. طب بص كده يا مستر، ارسمه لفوق ولا تحت؟ في المكثف التيار يسبق، يعني هو كده بص، التيار يسبق الفي سي. الله عليك يا مستر. بكام؟ بربع دوره. وبمشي انا عكس عقارب الساعه، يعني الفي سي بيجري ورا الاي، تمام؟ عشان الناس اللي مش عارفه الحته دي. طيب ساعتها اقدر اقول له ايه؟ التان سيتا عباره عن سالب، لان دي في الربع الرابع لكن ده في الربع الاول، سالب اكس سي على الار، او سالب في سي على في ار. شكرا يا مستر. شكرا يا مستر. تمام. حد هنا في اي مشكله؟ لا يا مستر مفيش اي مشكله. طب تعالى ناخد الدايره رقم 3. طيب تعالى نشوف الدايره رقم 3. ومن هنا يا باشا نقدر نقول اللي احنا دي اخر دايره هنقولها مع بعض، وبعد كده اديك رسمه جميله جدا هتفيدك. بص يا سيدي، لو عندي الدايره دي عادي جدا، دي دايره ار ال سي، ده مكثف حلوه. مالها دي يا مستر؟ قال لك والله دي دايره فيها 3 حاجات. عاوز الزد انا الاثنين، اسمع كده، ار تربيع زائد، افتح قوس، حسب بقى الدايره دي من الاخر كنا نقول عليها ايه؟ دايره فيها خواص حسيه، يبقى اكس ال ناقص اكس سي تربيع. سعويه يبقى اكس سي ناقص اكس ال. شوف مين الاكبر واطرحهم التاني. تمام. طيب عاوز الفي توتال، ايه يعني يا مستر؟ في ار تربيع زائد في ال ناقص في سي لكل تربيع. عاوز يا مستر اعرف الرسمه بتاعتي. حاضر. الار ادي في ار، الاي اهو، عشان لو عندي مقاومه بس. طيب دلوقتي بقى معايا ملف لا، الفي اللي يسبق الاي ب 90 درجه. طيب ده كمان معايا مكثف، الفي سي بيتاخر عن التيار بايه؟ ب 90 درجه. حلو قوي. زمان وانت عيل قد كده في ثانيه ثانوي او اولى ثانوي، كنا لو عندنا الرسمه دي هنا مثلا اف 1 اف 2 اف 3 اف 4، فكنا بنطرح الكبير ناقص الصغير ونشوف لو ده الكبير يبقى نقول اف 1 ناقص اف 2 واتجاهها مع الكبير. فاحنا هنا بنقول لك لو انا بدات بالاكس ال، خلاص يا عم يبقى دي فيها خواص حسيه، يبقى انا هقول في ال ناقص في سي واتجاهها مع الكبير. فالشكل بتاعي يبقى كده، ادي في ار زي ما هي، ادي الاي زي ما هي، وادي هنا في ال ناقص في سي. صعبه؟ لا يا عم. في اي مشكله؟ لا يا عم مفيش اي مشكله. يبقى اقدر اقول له تان سيتا بتساوي في ال ناقص في سي على في ار، او اقدر اقول له اكس ال ناقص اكس سي على الار. شكرا يا مستر. لحد هنا في اي مشكله؟ لا يا مستر بارك الله فيك. طيب بقى فين بقى يا مستر الرسمه اللي انت عمال تقول لي خلي بالك منها؟ بص يا سيدي، امسح دي مبدئيا كده قبل ما امسح دي ونقول الكيرف بتاعه. تعالى نتكلم عن دايره الرنين. دايره الرنين يعني ركز كده بقى عشان الحاجات دي استنباط. الاكس سي بتساوي الاكس ال، فالراجل فك دي وفك دي فجاب منها قانون، ما انا ممكن افك دي 2 باي اف سي صح، بتساوي 2 باي اف ال. فانا ممكن عاوز اجيب الاف دي في طرف عشان اطلع قانون، ضربهم في بعض طلع القانون ده 1 على 2 باي جذر ال سي. يبقى اسمع، اول ما يقول لي دائره رنين دائره مهتزه، يقول لي او من غير ما يقول لي ان الاكس سي دي ب 20 والاكس ال دي ب 20، فالمعها من الرسم ان دي دايره رنين. ساعتها الاكس سي بتساوي الاكس ال، ساعتها قانون التردد عباره عن ايه؟ 1 على 2 باي، اسمع، 1 على 2 باي جذر ال سي. وممكن كمان من القانون الخبيث عباره عن ايه؟ القانون اللي بيقول ال بتساوي ام ان تربيع ايه على ال، اروح حاططهم هنا يطلع لي القانون الجميل ده. اسمع كده، 1 على 2 باي ان هوبا، عباره عن ايه يا مستر؟ عباره عن هنا اللهم صل على النبي، ال على اي سي. تمام؟ مين ال ده؟ طول الملف. واحد يقول لي ما اعرفش انت حافظها ولا ايه؟ لا يا عم، تعالى هشيل ال دي
او خلي هنا، هشيل ال دي واحط مكانها ايه؟ احط مكانها ايه؟ هحط مكانها ميو ان تربيع ايه على ال في سي، صح؟ طلع الان بره هتشيل التربيع، تمام؟ شقلب، انا عاوز اخليه فوق، فلما اخليه فوق الجذر التربيع بدل ما اخليه بالسالب لا هطلعه فوق واشقلب اللي تحت، فال تطلع فوق والماك تنزل تحت. امين؟ امين. يبقى انا عندي ممكن يقول لي الاف دي تتناسب تناسبا طرديا مع الجذر التربيعي لمين؟ لطول الملف، تتناسب تناسبا عكسيا مع عدد لفات الملف، تتناسب تناسبا عكسيا مع الجذر التربيعي لمساحه المقطع، وعكسيا مع وعكسيا مع مين؟ مع السي. امين؟ مع الجذر التربيعي للسي اللي هي ساعه المكثف. امين؟ امين. الله ينور عليك، الله ينور عليك. تمام يا مستر. ايه تاني ممكن لما اشوف دايره الرنين اعملها؟ دايره الرنين الزد المعوقه، مش احنا كنا بنكتب القانون ده؟ مش دول بيساووا بعض والتربيع يطير مع الجذر، يبقى الزد يساوي الار، ودي المرحله اللي بيبقى فيها الدايره المقاومه بتاعتها قليله جدا، يعني ساعتها التيار اللي ماشي في الدايره بيبقى قيمه عظمى. تمام؟ يبقى في حاله الرنين اكس سي بتساوي اكس ال، التردد بتاع القانون بتاعه اهو الزد بتساوي الار، التيار بيبقى قيمه عظمى، بيبقى قيمه عظمى. التردد بتاعي ايه تاني يا مستر؟ ايه تاني؟ لحد دلوقتي في اي مشكله؟ لا يا عم مفيش اي مشكله. يبقى احنا لحد هنا الله ينور عليك يا بطل. طيب تعال نشوف الرسمه اللي عامله لي قلق. فين الرسمه اللي عامله لي قلق؟ ساعتها زاويه الطور بتاعتي بتبقى بصفر. ليه؟ لان انا عندي الزد بتساوي الار، وزاويه الطور في الار الفي ار تتفق مع الاي، يعني زاويه الطور بتاعتي بتساوي صفر. الله ينور عليك. طيب ايه الرسمه دي بقى يا مستر؟ هنا اكس ال اكس سي زد اي ار، هنا التردد. ارسم لي كيرفات كل حاجه انا كاتبها فوق. يعني لو في علاقه ما بين الاف والار هتترسم ازاي؟ ثابته، الار لا تتوقف على التردد. ارسم لي الاف والاكس ال علاقه طرديه تبعا لقانون ان اكس ال بتساوي 2 باي اف ال. ارسم لي ما بين الاكس سي والاف علاقه عكسيه تبعا لهذه العلاقه 1 على 2 باي اف سي. ارسم لي علاقه بين الزد والاف، بص كده، بص كده. ايه ده يا مستر؟ ايوه، ما هو انت حضرتك بص كده، كل في الحته دي ما التردد بيزيد الزد عمال يقل لحد ما يوصل عند نقطه الزد هتساوي مين اللي انا راسمه ده؟ هتساوي الار. مين النقطه دي؟ دي حاله الرنين. الزد بتساوي الار، الاكس ال بتساوي الاكس سي، الاتنين متفقين في الطور، التيار بيبقى قيمه عظمى. الله ينور عليك. بعد ما اطلع من حاله الرنين كل ما التردد يزيد اكتر كل ما الزد تبدا ترجع تزيد. طيب عند النقطه دي لو جيت قلت لك ارسم لي علاقه بين الاف والتيار، تقول لي استنى بالعقل كده، عند النقطه دي المقاومه بتاعت الدايره بتبقى قليله خالص، التيار بيبقى قيمه عظمى، فارسم شكل عكس شكل الزد. امين؟ امين يا عم، امين. الله ينور عليك. وبكده قدرنا ان احنا نخلص الحمد لله قوانين الفصل الرابع واهم الكيرفات اللي عندك في الفصل الرابع. اتمنى ان انت تكون استفدت من الفيديو ده. كده احنا لخصنا الفصل الثالث والفصل الرابع، كل فصل عندك في نص ساعه. ان شاء الله هلخص لك الفصل الثاني والفصل الاولاني، وبكده انت الكهربيه عندك كومبليت، لان احنا كنا عاملين مراجعه كامله بالشرح على الفصل الاولاني والفصل الثاني للناس اللي هي ضايعه في اول فصلين. كل فصل كنت عامله في ساعه واحده، هحطه لكم برده تحت في البلاي ليست تحت، بحيث ان الناس اللي هي عندها وقت وعاوزه تراجع اول فصلين، بس ده شرح تفصيلي كل فصل في ساعه. اما ده القوانين اللي عندك في كل فصل، هعمل لك برده تلخيص لقوانين الفصل الاول والثاني، وكل ده انا كاتبه وهحطه لك ان شاء الله في PDF واحد. اما الحديثه بفضل الله هجمع لك كل قوانين الفصول كلها في فيديو واحد، فنحاول ان احنا برده الفيديو مش هيطول يعني عن ساعه الا ربع، وهيبقى فيه كده شرح كام مساله بيجوا عندك في الامتحان، وبعض الاسئله اللي جت عندك السنه اللي فاتت. اتمنى ان انت تكون داعم لينا كبير ان احنا نقرب
او نطلع القناه من الكبوه اللي احنا فيها حاليا، لان بقالنا فتره كبيره جدا ما كناش فيها. ان شاء الله راجعين مع الناس اللي هي موجوده السنين الجايه بقوه، فانت دورك ان انت تساعدنا ان احنا نعلق قناه من تاني ان شاء الله. ما تنساش تدعي لي، وربنا يوفقكم ويقويكم ان شاء الله وتحققوا احلامكم. سلام يا